وبيبتدي فيلمنا بالولد بياع البلالين اللي هو ماشي في الطريق بيلاقي بيت كده غريب وبيدخل بيتعرف على حب حياته اللي بتقول له هاي انا اسمي إيلي، وسرح من كلامها وبلنته طارت منه. راحت اخدته علشان يجيبوها فوقع وايده اتكسرت، وعشان تزوره راحت له بنفس البالونه وقالت له هوريك حاجه عمر ما حد ما شافها، وبتفتح كتابها وبتقول له ده كتاب المغامرات بتاعي، وبتحكي له ان نفسها تروح شلالات الفردوس. بالمناسبه في عالم اسمه تشارلز راح امريكا الجنوبيه عند شلالات الفردوس وجاب لهم هيكل عظمي وادالهم كمان المقاسات، والعلماء ابتدوا يشوفوا المقاسات دي وقالوا ان هو كذاب، وعلشان يثبت لهم الحقيقه قال لهم انا رايح تاني لشلالات الفردوس وهجيب لكم الحيوان بنفسه لحد هنا. ومن ساعتها راح وما رجعش، وإيلي كان حلم عمرها ان هي تروح ببيتها لشلالات الفردوس، وقالت له إيلي وعدني انك هتاخدني هناك بالمنطاد. وبعدها اتجوزوا وابتدوا يظبطوا حياتهم واحده واحده، وهو كان بيبيع البالونات، ويبتدوا يرسموا حلمهم على الحيطه علشان تبقى احلامهم قدام عينيهم، وعملوا صندوق للفلوس كده صغير علشان مغامراتهم. ولكن كل ما تحصل مشكله زي كاوتش العربيه او انه اتكسر او المطره بوظت البيت يكسروا الصندوق من جديد ويبتدوا يحوشوا فلوس من تاني، ولحد ما عدى العمر وما حققوش حلمهم، لحد ما خد تذاكر الطيران علشان يفاجئها بيها، ولكنها تعبت وماتت وسابته لوحده. وبيبتدي اصحاب الحي بيهدوا المباني القديمه اللي زي بيته علشان تبقى تبع المجمع السكني، وبيعرضوا عليه اضعاف ثمن البيت علشان يسيبه، ولكن ما بيرضاش لان فيه كل ذكريات حياته هو ومراته إيلي. وفي يوم بيخبط عليه ولد اسمه راسل وبيقول له انا مستكشف براري، وبيقول له انا حصلت على شارات كتيره ولكن ناقص لي شاره مساعده المسنين. وبيرفض طبعا مستر فرايد، ولكن الولد مصمم وفتح الباب تاني لقاها يعيد نفس الكلام فقال يوزعه، وبيقول له بص يا راسل يا ابني في طائر كده اسمه الشنكب الفحلوي بيبوظ لي كل الزرع بتاعي وانا مش قادر امسكه. قال له بص انت هتروح هناك وقبل ما تمسكه سقف 3 مرات وبعد كده امسكه وهاتهولي. وصدقوا راسل وجري علشان يجيبهوله. واصحاب الحي ابتدوا يضايقوا مستر فرايد لحد ما اتعمل له محضر لان في واحد منهم كسر صندوق البريد بتاعه، وادوله دعوه بيت للمسنين وقال له حضر نفسك بكره هيجي حد ياخدك من هناك. وطبعا مستر فرايد كل ما تضيق بيه الدنيا يفتح كتاب المغامرات ويفتكر إيلي مراته الله يرحمها. وتاني يوم بالفعل حد من دار المسنين جا وقال له يلا علشان احنا على اتم استعداد اننا ناخدك، فراح قال لهم خلاص وانا جاهز 100 وابتدى يدخل ويقفل الباب، وهم طبعا متعودين على ده، وعمل لهم مفاجأة واخد البيت بالبلالين وقال لهم سلام انا رايح لشلالات الفردوس. وكان مبسوط جدا انه بيحقق حلم زوجته، ويا ترى هيعرف يحقق الحلم ده ولا لا. وقعد مبسوط ومرتاح البال وجلي يقلع حاله. بيخبط على الباب وبيفتح بيلاقي راسل وبيقول له ايه ده إيه اللي جابك هنا؟ قال له انا لقيت الشنكب ولكن ما عرفتش امسكه، هو كان ديله عمل شبه الفار كده. وبعدها دخله وابتدى راسل يلعب في كل حاجه في البيت وبيقول له ياه لو تنزلني من الشباك ده والمس البيت ده، وبيتخيل مستر فرايد الموقف وبيرفض طبعا. وبتيجي عاصفه شديده وبتهد البيت وبتكسر كل حاجه فيه، وبيلحق اهم حاجه اللي هي صوره زوجته. وابتدى مستر فرايد يقطع شويه بلالين عشان ينزلوا يشوفوا هما فين على وجه الارض، وبتقابلهم مباني صخريه ضخمه وبيكتشف انهم قريبين من الارض، وبيجري منهم البيت ولكنهم بيلحقوه على اخر لحظه وبينقذوا راسل، وبيشوف قد ايه انه هو قرب من حلم زوجته شلالات الفردوس. والولد راسل استغل الفرصه وقال له ايه رايك يا مستر فرايد اساعدك ناخد البيت للشلالات مقابل شاره مساعده المسنين. ووافق طبعا واضطر ان هم يمشوا بالبيت لحد شلالات الفردوس. وهم ماشيين في الطريق وبيكلم صوره مراته بيقول لها ما تقلقيش قربنا على حلمك. وابتدوا يمشوا وراسل طبعا عايز يروح الحمام، واضطر يقفوا بالبيت في وسط الغابه. ووسط ما راسل بيعمل حمام لقى اثار شبه رجل الحيوان الفحلوق اللي كان بيتوزع علشان يلاقيه من مستر فرايد، وطلع شوكولاته ان هو ياكل، وابتدى يلاحظ ان الشوكولاته بتتاكل منه، واكتشف ان الحيوان ده بيحب الشوكولاته. وراح الولد راسل اخد الحيوان ده وراح بيه لمستر فرايد وقال له بص انا لقيت لك الشنكب الفحلوق اللي انت بتقولي عليه. وابتدى مستر فرايد يتخانق مع الشنكب، وابتدى يسمع صوت بيناديهم وبيرد عليهم كمان كانه انسان بيتكلم. واول ما وصل الكلب ليهم ابتدى يتكلم فقال لهم انا لابس طوق متكلم واقدر اساعدكم واسمه الكلب داغ، وانه بيدور على طائر الشنكب. وفي نفس الوقت بيظهر 3 كلاب اللي هم الفا وبيتا وغما بيدوروا برضو على نفس الطائر اللي هو الشنكب. واول ما الكلاب ال3 بيعرفوا ان الكلب داغ معاه الطائر بيروحوا له بسرعه، وبتيجي عليهم المطره بالليل والبيت طبعا بيحميهم. وراسل بيحاول يخيم ولكنه ما بيعرفش، وبيقول لمستر فرايد الحقيقه اني ما كنتش بخيم في البراري. وناموا وصحيوا تاني يوم ولقوا الشنكب اللي هو كيفن بيبتدي ان هو يروح لصغاره. واول ما بيروح راسل بيتضايق وبيفتح الشوكولاته بيفتكر
بيفتكر كيفن وبيطلع عليهم الثلاث كلاب وبيسألوهم عن الطائر الشنكب، ولكنهم بيرفضوا يتكلموا، والكلاب بتاخدهم طريق بتوديهم تشارلز المشهور. وبيتفاجئ بيه مستر فرايد وبيقول له ايه ده العالم تشارلز ده، احنا بنحبك، انا وزوجتي بنحبك جدا وبنحب مغامراتك. وتشارلز بيحب يضيفهم بطريقته الخاصه، وطبعا بيسيب الكلاب هي اللي تضيفهم، وبيوريه كل التماثيل اللي موجوده، وبيبتدوا ياكلوا، الكلاب طبعا هي اللي بتقدم الاكل. ومستر فرايد بيقول له احنا جايين هنا لمغامرات الشلالات الفردوس، وتشارلز بيوضح له ان كل اللي بيجي هنا بيبتدي يسرقه، واني بس هثبت وجودي اني صح لما القى الشنكب الحقيقي. وراسل بيقول له ايه ده كيفن، ده احنا قابلناه، ده بيحب الشوكولاته. وبيلحقوا مستر فرايد وبيقول له لا ده هرب مننا ومش لاقيينه. وبيبتدي مستر تشارلز يسمع صوت الشنكب من فوق البيت، وطبعا راسل ومستر فرايد بيهربوا منه بسرعه علشان ينقذوا الشنكب منه، وبتنقذهم حيوان الشنكب من الكلاب وبتاخدهم وتجري بيهم. ولكن في الوقت ده الشنكب بيتصاب وهم بيضطروا يحطوه على البيت وبيمشوا بيه. وبيعرف العالم تشارلز مكان مستر فرايد وراسل والطاير الشنكب من خلال حزام الكلب اللي معاهم، وبيوصل لهم وكمان يصطاد الحيوان وبيحاولوا ينقذوه. ولكن تشارلز بيهدد مستر فرايد بانه بيولع نار عند بلالين البيت، يعني البيت هيثبت هنا ومش هيقدروا يتحركوا بيه. فاضطر مستر فرايد يروح ينقذ البيت ويسيب الشنكب، ومشوا بالبيت لحد ما وصلوه شلالات الفردوس. واتعصب الولد راسل وقلع حزامه اللي تعب فيه طول عمره، وقال له بص مستر فرايد انا مش عايز الحزام ده كله، انا لازم انقذ صديقي كيفن اللي هو طائر الشنكب. وابتدى مستر فرايد يدخل البيت ويقعد يظبط فيه، وقعد يتفرج على صور هو ومراته، وطلع يصالح راسل لقى طار بحبة بلالين عشان ينقذ صديقه الشنكب. وطبعا مستر فرايد مش عارف يتحرك بالبيت لانه تقيل جدا والبلالين معظمها فرقعت، وابتدى يتعصب ويرمي الكرسي بره البيت، واتفاجئ ان البيت بيبتدي يتحرك. فابتدى يخفف كل الاحمال اللي في البيت علشان يقدر يتحرك بيه ويروح لراسل. ووصل الولد راسل لمنطقه العالم تشارلز وبيمسكوه الكلاب وبيربطوه. بيلاحظ العالم تشارلز ان الراجل العجوز اللي هو مستر فرايد جاي لهم، ويرمي راسل من السفينه علشان يموته. فبيلحقوا مستر فرايد وبيدخلوا البيت وبيسيبوا يدخل هو والكلب عشان ينقذ الشنكب، وبياخد كوره من عصايته ويلهي الكلاب علشان يدخل ويقفل الباب وينقذ الطائر. ولكن راسل بيتعلق في حبل البيت والكلاب بتهاجمه، والعالم تشارلز بيهاجم مستر فرايد وبيحاول يموته، ولكن الكلب بيغير مسار السفينه وبيشوف راسل وهو طاير، فبياخد مستر فرايد الطائر وبيجري. ولكن تشارلز طلع ذكي، ابتدى يدخل تاني ويطلع من الفتحه المقابله ليهم بسلاحه بان هو يفرقع البلالين وبيهددهم بالبيت. ولكن الولد راسل اخد الطائر ودخل جوه البيت هو والكلب، وابتدى مستر تشارلز يدخل لهم يحاول يهددهم. ولكن الجد اللي هو مستر فرايد طلع ذكي جدا، ابتدى يطلع حته شوكولاته علشان طائر الشنكب ياخدهم ويجري على مستر فرايد. وطبعا العالم تشارلز بيقع هو والبيت وبيفقدوه، وطبعا بيسيبوا الطائر الشنكب توصل لبيتها، ومستر فرايد بيسيب لعيالها عصايته هديه كمان. وطبعا الولد راسل ومعاه مستر فرايد بيتحركوا بالسفينه الفضائيه وبيروحوا لعالمهم وبيحضروا حفله تكريم راسل، وبياخد شارة مساعده المسنين، وبيكون معاه كمان الكلب داغ. اشوفكم على خير في فيلم المره اللي جايه.